لان انت عارفه المثاليه المفرطه قوي وحبل التضحيات اللي الناس ماسكه فيه، وان هو ده لا ما ينفعش تنزل، ما ينفعش تروح، بعد كل ده هتنزلي تشتغلي، بعد السن ده هتروحي تعملي حاجه، بتقتل اي طموح واي جنون. بالظبط. فبتحسي ان هم بيفضلوا في مكانهم ما بيتحركوش. ده حقيقي. هو اصلا الانبهار في البدايه هو اتخاذ الخطوه وكسر اي قيود، واي ليميتس ممكن تأيدني. لو اتهيأت لي الظروف اعمل ده، لان غير كده هيبقى تمرد وخلاص. فلازم ان انا اكسر الروتين ده. وكمان الجنون احساسه حلو، بيحسسك فعلا. بالحريه وبيوصلك بحاجه كده ايه. بيديكي امل. بالظبط، بيديكي امل كده بيشيل وتحسي ان طعم الاحباط. الحاجه كده ايه، مختلف كده. بتدوقي بالظبط. الحاجه. بالظبط. الجنون في البدايه هو القضاء على الاحباط. اصلا انا دلوقتي شخص محبط، هخرج من مم. احباطي ده ازاي؟ لازم حاجه تزقني. لازم حاجه تزقني، لازم اتجنن، لازم ابدع، لازم افكر في اوت اوف بوكس كده. تمام، بالظبط. عندك حق، بس عشان الناس تبقى فاهمه ان مش هروح اتجنن وخلاص. يعني حقيقي. الجنون ده لازم يتوصف، لازم اوصفه. مش جنون شيطاني مسرطن ومدمج اطلع اهد المعبد على اللي فيه، واطلع اقول خلاص انا هعمل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه. لا، احنا بنتكلم هنا عن جنون الشغف، جنون الحب، جنون التجربه، القوه، العطاء. لان ربنا قال وكل شيء خلقناه بقدر. مظبوط. فبالتالي لازم اوزن، ما ينفعش الاكستريمز اللي ما لا نهايه دي.